بقول لك ايه، في نوعيه كده من الناس ما عندهمش دراع يتلو منه، ما لهمش ملكه، يعني ما لهمش ماسكه، ملكتهم الوحيده هي الاحترام والتقدير. هتحترم وجودهم في حياتك وتقدر اللي هم بيعملوه علشانك، هيديك عينيهم وكمان هيفوتوا لك كتير بمزاجهم. وحط تحت مزاجهم ديت مليون خط، لان هم بيبقوا قريبين وفاهمين اللي بيحصل من وراهم، بس ساكتين علشان مش عاوزين يخسروك. ولو فاكر انك عرفت تضحك عليهم وقت اللزوم هيواجهوك بكل لقطه كنت فاكرهم ان هم عبط ومش فاهمين، وهتتفاجئ ان انت اللي عبيط. فالناس ديت بتفوت مره واتنين، بس التالتة مش هتلاقيهم. بيمشوا وضميرهم مرتاح من غير سابق انذار، لان هم عارفين ان هم عملوا اللي عليهم وزياده. فبيمشوا وهم متاكدين ان انت اللي خسران مش هم. فطول ما هم بيعاتبوك اطمن، انت لسه غالي عندهم. ما تفرحش بسكوتهم، لان ده معناه انك اصبحت لا تمثل شيء بالنسبه لهم. بقول لك ايه، اسلوبك الزوج اللي هو مش بيجرح حد، وقلبك الابيض اللي هو مش بيأذي حد، دول رزق. وجود شخص جدع جنبك رزق. تنقيتك لكل حرف بيخرج منك ومراعاتك لتأثيره على الناس ده رزق. ان ظروفك تكون مش متظبطه ورغم كده ما بتقصرش مع اللي بيلجأ لك ده رزق. ان بالك يكون مرتاح ده رزق. غطى الستر اللي مضلل عليك في حاجات انت عارف بينك وبين نفسك ان هي مصايب ده رزق. اللي انا عايز اقول ان مش كل الرزق فلوس وبس، احنا ربنا رزقنا بشويه ارزاق زي الذهب بتغطينا من فوق لتحت، وتستحق ان احنا نشكر عليها مع كل نفس. فتعود دايما ان يكون لسان حالك هو الشكر، وانك تشكر ربنا على الارزاق اللي في حياتك. بقول لك ايه، كل ما زاد حبك للشخص وكل ما زادت حساسيتك من ناحيته وتتاثر من ادفأ شيء بيصدر منه، ده لانه وصل لارق غشاء في قلبك. علشان كده المسافات الامنه اللي احنا بنحكي عنها مهمه جدا، وده لان في حاله فقدانك او انفصالك عن الشخص ده انت حرفيا بتتدمر نفسيا، لان هو وصل لمكانه في قلبك عدت كل مقاييس الامان النفسي. فوجود مسافه امنه بينك وبين اي شخص دوت مش غلط ولا عيب، انك بتحمي نفسك من الالم النفسي الناتج عن الانفصال اللي وارد يحصل في اي وقت. فلو انت مهتم انك تسمع اكتر عن المسافات الامنه وعن الامان النفسي، ما تنساش انك تعمل لايك وتشترك في القناه بتاعتنا. بقول لك ايه، اعظم الحاجات اللي انت ممكن تديها لغيرك انك تديله تشجيع وثقه في نفسه، تقول له على نقاط قوته اللي يمكن هو مش شايفها او حتى شايفها، تحط له خط تحتيها، خط عريض. ويا سلام بقى ده لو كان وقت ما كان اللي قدامك دون يعني واجع كده، انت بتنقذه وبتشيله من حفره هو قاعد فيها. فصدقني عند ربنا ديت كبيره جدا، لان ربنا طول الوقت عايزنا فرحانين ومشجعين ناجحين ثابتين اقوياء، واحنا كبشر صعب نكون طول الوقت كده. فاللي بيساعد الناس ويبقى ليهم كده ده هو المنقذ اللي بيعمل حاجة ربنا عايزها. فيا سلام لو انت المنقذ في حياة ناس. بقول لك ايه، اسوأ عقاب انت ممكن تعاقب شخص مش انك تهينه او تكرهه، لا خالص. اسوأ عقاب فعلا انك ترجعه لنقطة البداية، ان هو يبقى شخص غريب، بس مع اضافة بسيطة شوية، ان هو يبقى بدون فرصة. لان الغريب ممكن تتعامل معاه عادي وعنده فرصة يبقى غريب، بس هو لا خلاص استنفذ كل فرصته. انك تحرمه من كل صلاحياته بدون ما تهينه، وان هو مش بس يبقى على الهامش بعد ما كان في السنتر بتاع حياتك وكل حاجة بتلف حواليه. لا، ده الاسوأ ان هو يكون عارف ان اي عابر سبيل ليه فرصة اكبر منه هو شخصيا في انه ياخد مكانته او اللي كانت مكانته. الاهانة والخناق مفيش اسهل منهم، بس العقاب الارقى ان هم يحسوا انك بطلت تشوفهم زي ما كنت بتشوفهم، وان افعالهم طفتهم في عينيك. فمارك توين قال لك انا لا انتقم بل اعيد الشخص غريبا كما كان. فتعلم فنون العقاب. بقول لك ايه، بلاش تستنى اللحظات الاخيره. في مسلسل مذكرات زوج كانوا شرحوا الحكايه ديت حلو جدا. ناس كتير جدا بتبدا حياتهم بشكل ضاغط عليهم ويفضلوا سايبين نفسهم لغايه ما الضغوط تتحول لغضب او ازمات نفسيه او امراض جسمانيه او امراض عقليه في بعض الاحيان. فناس كتير جدا بتفضل تضغط على اللي معاها في علاقه، تضغط 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 لغايه ما اللي معاها يتقفل. وتيجي بعد ما الشخص يكون خلاص اتقفل او شال ذكريات والالام النفسيه الكبيره جدا، او بقى مش قادر يحاول او يحاول هم ان هم يتغيروا او يعمل اللي كان الشخص دوت بيطلبه منهم زمان. بس بعد ما العلاج بيكون اكبر والازمه بتبقى اكتر تعقيد. فاحنا كتير بنستحمل شغل مش عاجبنا واحنا في عز شبابنا، وتمر السنين بينا لغايه ما بنكبر وظروفنا ترتبط بالشغل دوت، ويبقى صعب ان احنا نسيبه لاسباب تانية، او اننا لما هنسيبه هنعاني اكتر في التكيف في ايجاد فرصه تاني. طبعا انا مؤمن بمقوله اتس نيفر تو ليت، وبساعد ناس كتير جدا ان هي توصل لحلول وتشوف فرص واختيارات حتى لو كان الوقت بعد كتير. بس بنسبه كبيره
الشغل والمجهود اللي بيتبذل اكبر بكتير جدا. وحقيقي ياما سمعت الجمل ديت من ناس كتير جدا. كان نفسي اعمل كده من زمان، كنت اتمنى تفهم اللي بطلبه منهم زمان. محتاجه ابذل مجهود رهيب علشان تجيب لنفس المعامله دلوقتي. صعبان عليا انه يفهم دلوقتي بعد كل السنين اللي فاتت ديت الحاجات اللي انا كنت بطلبها منه ومحتاجاها. ازاي مطلوب مني اغير هدف او معتقد بعد كل السنين ديت، وغيرها من الافكار اللي بتحس او لو كنت اشتغلت عليها قبل كده كان هيبقى الشغل اسهل. الفرصه لسه موجوده، ما تسيبش نفسك اسير للافكار السلبيه. ولما الشخص يحاول ان هو يتغير ولو لسه في 1% امل اديله فرصه. واللي بيضغط دوت مش لازم تجيب اخر اللي قدامك وتستنى لما يقفل خالص علشان تقرر انك تتغير. فاجرى العلامات والاعراض واعرف ان تغيير الاسلوب بيغير النتائج. وكل ما كان الوقت اقصر كل ما الامل كان اكبر. ما تنساش انك تشترك في القناه. بقول لك ايه، اكتر ناس مش محبوبين هم الناس الحاده الناشفه الجافه، حتى ولو كان من جواهم طيب وقلبهم ابيض، حتى لو كانوا حقانيين 100%. لان احنا لما خلقنا ربنا حط على الدي ان بتاعنا كده ان احنا نحب اللين والتعاطف والكلمه الحلوه والموقف الحلو والحركه الحلوه. ما نحبش الشخص الحاد حتى ولو بيقول الحقيقه، لان هو ممكن يقولها بطرق كتير احلى. فاحنا بنقدر الاجتهاد انك تدور على معنى احلى وارقى ويسيب اثر حلو على نفس اللي قدامك. فالناس بتوع انا بقول للاعور انت اعور في عينه وبتاع اللي في قلبه على لسانه بدون اي فلتر، تحس ان كلامهم بيرشك في اللي قدامهم حرفيا. انا عايز اقول لكم انتم الخسرانين، خسرانين حب الناس، خسرانين الاثر الحلو اللي بتسيبوه في نفس الناس، خسرانين اجتماعيا. فالناس مهما حبت الواقعيه ومهما كانت عمليه ما بتحبش الدبش. الناس بالراحه وباللين تملكهم. فالموضوع فعلا يستحق ان احنا نتدرب عليه. علشان كده متاكد ان اللي هيتفاعلوا مع القناه ومع الفيديو دوت ويشتركوا في القناه عندي الناس الطيبه والحنينه، لانهم عارفين كويس معنى اللي بقوله لهم. بقول لك ايه، احنا في الحقيقه محتاجين نبطل رحله البحث عن السعاده ونبتدي رحله البحث عن السلام. السعاده وهم اخترعها العالم الحديث واقنعنا علشان نوصل لها. فلازم نضحك كتير باي طريقه فنعمل افلام كوميدي كتير، ولازم نخرج كتير فنعمل خروجات وكافيهات ومولات اكتر، ولازم نشتري كتير علشان نخرج بالحاجات اللي احنا اشتريناها، فنشتغل اكتر علشان نشتري اكتر علشان نروح الفسح اللي هم اخترعوها علشان نوصل للسعاده. بس كل ما الوقت بيعدي بنكتشف ان احنا لازم نبتسم اكتر ما بنضحك، نمشي على رجلينا اكتر ما نسوق عربيات، ناكل اقل، نفكر ونقرا اكتر، نسرح اكتر، نتامل في خلقه ربنا والطبيعه ونتواصل مع الخالق علشان نتواصل مع نفسنا. الوصول لمعرفه النفس والسلام معاه هي ديت اصعب رحله مش السعاده. فاللي انا عايز اقوله لك ان السعاده الحقيقيه انك تفهم نفسك كويس وتعرف انت عايز ايه، ودوت مش هيحصل لو انت مالكش علاقه بربنا ولا ليك علاقه بنفسك. بقول لك ايه، الحقيقه اللي ربنا يكشفها لك ما تفضلش انك تكابر وتدور لها على مبررات علشان تلوي دراعها بالعافيه وتجملها لمجرد انك مش متقبلها. فجلال الدين الرومي قال لك ولعل ثقبا اصاب قلبك جعلها الله لك عينا تبصر به الحقيقه. فالواحد يفرح لما الغمامه تتشال من على عينه مش يزعل ويقلبها مناحه. فوجع ساعه ياخد الشويتين بتوعه ويروح لحاله، ولا انك تعيش متجمل عمره كله. انك تشوف الحقيقه حتى ولو كانت صعبه في لحظتها ديت محبه من ربنا مش عقاب. ازاي تتخلص من ضعف الاراده؟ من اكتر المعوقات اللي بتقابلنا في طريقنا وبتكون سبب في الوصول لمشاعر الفشل والاحباط بسرعه هي ضعف الاراده. وهتلاقي في ناس كتير جدا بيدور في ذهنهم سؤال ازاي اجوي الاراده بتاعتي؟ وعلشان تقدر تجوي ارادتك باستمرار انت محتاج انك تاخد بالك لكم نقطه مهمه جدا، زي مثلا انك تعمل الحاجه المهم الاول وتاجل الحاجات اللي هي ملهاش اهميه اكتر، وانك تبعد عن الافكار الغير مرغوبه والمحبطه للمعنويات بالتفكير في حاجات تانية مهمه. كمان تحاول انك تغير المحيط بتاعك وبعد عن المحيط اللي بيقلل من الاراده بتاعتك. يعني انت عارف الحاجه ديت بتقلل من ارادتك، بعد عنها وادخل لك في حته تانية تقوي الاراده بتاعتك فيها. وانك تحيط نفسك بالاشخاص اللي بيقوموا بنفس الشيء اللي انت بتعمله وعندهم نفس الرغبه ان هو يوصل لنفس الحلم اللي عندك. لانك طول ما انت متحوط بناس عندهم نفس الرغبه بتاعتك هتلاقي روحك بتاخد خطوات ايجابيه وفي حركه بتحصل في حياتك. كمان انك تخطط بالحاجات اللي انت عايز تعملها، فدوت بيوضح لك الرؤيه وبينور قدامك الطريق وبيعرفك الدنيا قدامك تكون عامله ازاي. كمان انك تتوقع جميع الاحتمالات بما فيهم الفشل، واهل نفسك دايما انك تتعلم فما تضعفش ارادتك من اي شيء. واهم حاجه برضه انك توقف نفسك عن انك تلوم نفسك، تفهم نفسك كويس وتحط اهداف محدده لامكانياتك وقدراتك انت. واياك وتعميم الفشل، ما تقولش ما هو كل اللي بيعمل في المجال دوت بيفشل، ما هو كل اللي بيدخل في الحته ديت بيقعوا، ما هو كل اللي بيدخل في السكه ديت ما بيكملوش. ما تعممش، انت مختلف عن اي امكانيات واحد واي قدرات واحد، فممكن انت توصل للمكانه ديت اللي
اللي غيرك يعني شايف ان هو واو وحاجه كبيره جدا وما قدرش يحققها وما قدرش يوصل لها، انت ممكن تكون امكانياتك اللي مش عارفها عن نفسك تساعدك انك توصل للمكان اللي غيرك ما قدرش يوصل له. كمان لازم تاخد كميه كافيه من الراحه والنوم. الراحه والنوم جزء من الانتاجيه والشغل بتاعك، فطول ما انت قادر انك ترتاح ونايم كويس دوت هيساعدك انك تكمل الرحله بتاعتك كويس. كمان مهم جدا انك تحافظ على صحتك الجسديه بتناول الاطعمه المفيده والرياضه المستمره. فارادتك هي قوه داخلك، انت الوحيد اللي تقدر تتحكم فيها، فانت تقدر انك تخلي ارادتك قويه وعظيمه ومحدش يقدر عليها. فاجتهد انك تجعلها دايما كما تحب ان تكون. بقول لك ايه، في جمله عظيمه بتقول لو علم العبد مقاصد الاقدار لبكى من سوء ظنه بالله. فمهما كنت عايز حاجه معينه في توقيت معين، الفيصل دايما بيكون في نقطتين. الاولى انت عايز الحاجه الفلانيه باخلاص وهتعمل علشانها مجهود ولا لا. الثانيه لاي درجه مش هتيأس من رحمه ربنا، وبرده لاي درجه هيكون عندك ثقه في ان هو هيستجيب في اي وقت. فدايما اللي بيحصل هو الافضل والاصح ليك، حتى ولو ما شفتش ده في لحظتها. ربنا مش بيجيب حاجه وحشه، ولو امنت بالنقطه ديت هتبقى النتيجه ان اي حاجه ربنا هيبعتها لك هترضى بيها. مش مجرد عطاء وبس، لكن عطاء لحد ما ترضى. فانا عايز اقول لك ان مفيش عوض بيتوه، ولا ظلم بيدوم، ولا فرج بيتاخر، ولا خير مش بيجي في ميعاده. فخلي عندك ايمان كبير بربنا ان في وقت من الاوقات هتلاقي استجاباته لدعواتك اتحققت بطريقه انت ما تخيلتهاش. بقول لك ايه، طبع الحياه في معظم تفاصيلها انك مش دايما هتقابل فيها العدل زي ما هو في بالك. عادي انك تلاقي شخص وثقت فيه وبينصحك بنصيحه مش مخلص علشان ما تبقاش افضل منه. عادي انك تلاقي زوجه مستحمل عك واذيه زوج قاسي وعنيف لان هي مرعوبه من فكره الانفصال وكلام الناس عنها. عادي انك تلاقي مدير بيحافظ على وجود موظف فاشل لان هو خايف على مكانته، والثمن هو من صحتك انت وصورتك انت ومستقبلك انت. في الشيء اللي مش عاجبك لو بتستحمل النهارده بمزاجك هيدوسك بكره بمزاجه هو، لانك رضيت وجيت على نفسك قبل ما هو يجي عليها. في النهايه يا صاحبي مش هيصح الا الصحيح، سواء شفت دوت بنفسك بدري او خليت الدنيا توريها لك متاخر. بقول لك ايه، اعظم الحاجات اللي انت ممكن تديها لغيرك انك تديله تشجيع وثقه في نفسه، تقول له على نقاط قوته اللي يمكن هو مش شايفها او حتى شايفها، تحط له خط تحتيها، خط عريض. ويا سلام بقى ده لو كان وقت ما كان اللي قدامك دون يعني واجع كده، انت بتنقذه وبتشيله من حفره هو قاعد فيها. فصدقني عند ربنا ديت كبيره جدا، لان ربنا طول الوقت عايزنا فرحانين ومشجعين ناجحين ثابتين اقوياء، واحنا كبشر صعب نكون طول الوقت كده. فاللي بيساعد الناس ويبقى ليهم كده ده هو المنقذ اللي بيعمل حاجه ربنا عايزها. فيا سلام لو انت المنقذ في حياه ناس. بقول لك ايه، احنا بنتعافى بمدى اليقين في ربنا ان اي صعب هو مجرد مرحله وهتعدي. بنتعافى بوجود شخص مؤمن بينا في اللحظه اللي بيتخلى عننا فيها الكل. بنتعافى لما بنكون واثقين في نفسنا ان احنا نستحق وضع افضل، ولما بنكون عاملين اللي علينا للنهايه. بنتعافى لما بنفتكر ان القلب الابيض والستر وشويه النجاح والقبول والضحكه الحلوه والنفس اللي مش بتشيل هم شويه نعم ربنا اكرمنا بيهم ويستحقوا يكونوا سبب للفخر والتعافي. فاحمد ربنا على الضحكه الحلوه اللي في عينيك، وعلى الستر، وعلى شويه النجاح اللي عندك، وعلى القبول اللي في عين الناس ليك، لان صدقني ديت نعم وممكن ما تكونش حاسس بيها. بقول لك ايه، هي كلهم مع بعض كده. فالبحث عن العلم وتزويد الثقافه الشخصيه هم من اساسيات الحياه. فانسان بدون معرفه هيبقى فاضي حتى ولو كان موهوب وشاطر في اللي هو بيقدمه. يعني مثلا خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول كلنا شفنا ناس بنحبهم وموهوبين جدا وبيعتبروا عمالقه، بس بسبب قله ثقافتهم وعلمهم والدرايه بتاعتهم باللي يتقال امتى وفين للاسف بقوا فرجه وقلوا من نفسهم جدا ومننا. فكمان البحث عن المعرفه مهم جدا، لانك هتبقى مسؤول عن اطفال هتصب عليهم من اللي انت هتتعلمه. فما فيش فاضي بيكب على فاضي. بقول لك ايه، هي كلهم مع بعض كده. فالبحث عن العلم وتزويد الثقافه الشخصيه هم من اساسيات الحياه. فانسان بدون معرفه هيبقى فاضي حتى ولو كان موهوب وشاطر في اللي هو بيقدمه. يعني مثلا خلال اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول كلنا شفنا ناس بنحبهم وموهوبين جدا وبيعتبروا عمالقه، بس بسبب قله ثقافتهم وعلمهم والدرايه بتاعتهم باللي يتقال امتى وفين للاسف بقوا فرجه وقلوا من نفسهم جدا ومننا. فكمان البحث عن المعرفه مهم جدا، لانك هتبقى مسؤول عن اطفال هتصب عليهم من اللي انت هتتعلمه. فما فيش فاضي بيكب على فاضي.
بقول لك ايه، لو طلبت من ربنا اطلب منه ان هو يديم عليك القدره على الاحساس بطعم النعم الحقيقيه اللي ممكن تتشاف عادي. الدنيا ديت بطولها وعرضها ما تساويش حاجه جنب نعمه الصحه وشويه امان يسكنوا القلب، وقدرتك على الحلم مهما كان الجرف محاوطك، وحبه روجان بال، وان كام نفر اللي في دايره حياتك القريبين يكونوا بخير. هم دول اكتر نعم في حياتك تستحق انك تشكر ربنا عليها كل يوم. ايه الاخبار؟ بقول لك ايه، خد اللي بيحبك وفي نفس الوقت انت بتحبه، لان زي ما انت تستاهل تعيش مع حد بيحبك هو كمان يستاهل يعيش مع حد بيحبه. وفي رايي الشخص ان العلاقات العاطفيه ما ينفعش ان هي تستمر مجامله للطرف الثاني، او انك خايف انك تعرضه لالام الرفض، لانك بكده انت بتمنع عنه حق كبير جدا، وهو انه يعيش مع شخص تاني في حب متبادل مش من طرف واحد، يعيش مع شخص يبادله نفس المشاعر ويبقى عاوزه. بالاضافه ان العلاقه مهما استغرقت من الوقت بدون شعور متبادل لابد ان هي في يوم من الايام، وبكده انت استهلكت وقت من نفسك ومن الغير لا يمكن تعويضه. فالخساره هنا بتكون على الطرفين كبيره جدا. فما تنساش، خد اللي بيحبك وانت بتحبه. بقول لك ايه، كل ما الانسان بيكبر كل ما بيكتشف حقيقه الدنيا اوضح، علشان كده بينصح اللي هو اصغر منه دايما بانه ما يتعشمش. فلما تشوف الدنيا زي ما هي هتعرف ان اوضح حاجه في طبيعه الدنيا ان ما فيهاش ضمانات. فصاحبك وحبيبك اللي ما بتعرفش تعدي يوم من غير ما تشوفه، مش هقول لك ان هو ممكن يبقى عدوك، لكن ممكن جدا ما يبقاش صاحبك ويبقى شخص عادي في حياتك. فلوسك اللي انت مبسوط بيها وضامن ان هي هتفضل معاك، ياما ناس كتير جدا اشطر واغنى منك خسرت كل حاجه. فكل ما بتكبر وتنضج وتشوف الحياه الصح كل ما بيقل العشم والافوره في التعامل مع الفرح والحزن. فالحقيقه ديت صدمه شويه، وممكن ناس تهاجمني تقول ان انت شخص يائس ومحبط، بس صدقني ادراكك للحقيقه ده مش مؤذي. المؤذي فعلا عدم ادراكك ليها، وان انت تتقبل الصدمات اللي بتحصل ديت بالمفاجاه والفزع كل مره. اللي انا عايز اقول ان انت ما تتعشمش في حاجه الا في رحمه ربنا، هي الحاجه الوحيده المضمونه والباقيه وهي احسن من كل حاجه. فتعشم في ربنا خير. واحدة من أهم المسببات اللي بتفسد طعم كل شيء حوالينا دلوقتي هو المبالغة في قيمة الناس. فتلاقي حد عمال يكتب على صورة مع واحد أو يكتب لحد تعليق كلام كبير جدا وكلام كتير جدا، أنت كذا وأنت كذا وأنت سندي وأنت ظهري وأنت الأجدع وأنت الألمع، لمجرد إن ده السيد وكل الناس حوالينا بتعمل كده. فإحنا كمان لازم نلاقي شخص نقول عليه الكلام دوت، وإلا وهنبقى مختلفين أو مش شبه اللي حوالينا. وبعد فترة من المبالغة في المجاملات ووضع الناس في مكان أعلى من مكانتهم الحقيقية، للأسف تحصل الصدمه، والاشخاص دول يتصرفوا تصرف عادي جدا يتناسب مع مكانتهم وقربهم الحقيقي لينا، بس احنا بنتصدم ونتدمر ونلومهم ونتبهدل ونبهدلهم معانا، رغم ان المشكله من الاول هي المبالغه في الكلام والمبالغه في المجاملات. والمبالغات ديت ممكن تكون في كل حاجه، في سعادتنا، في صحتنا، في شغلنا، حتى في همومنا. واعتقد ان اهم مسبب للمبالغات ديت هو فتح ابواب حياتنا للعامه بدون وعي على السوشيال ميديا، خلى المقارنات تزيد والحاجه للتميز تقود صاحبها للمبالغه علشان يحصل على اهتمام، وتستمر المقارنات والمزايدات والمبالغات الى ان هي تفقد الحياه طعمها كليا. فاحذر المبالغه. اللي انا عايز اقوله من الفيديو دوت انك تدي كل شيء القيمه والمكانه الحقيقيه او المكانه اللي هو يستحقها، او بمعنى اصح البس النضاره اللي بتشوف بيها الحاجه على حقيقتها. فبلاش تلبس النضاره المكبره اللي هي بتكبر لك الحاجات الصغيره، ولا انك تلبس النضاره المصغر اللي هي بتصغر لك الحاجات الكبيره. البس النضاره المظبوطه اللي بتشوف بيها الحاجات على حقيقتها علشان تعرف تدي كل حاجة القيمة والحاجة اللي هي تستحقها، وما تكونش عندك المبالغة فيه علشان ما تصدمش بعدين. صدقني من اكتر الحاجات المسببة للحزن والاكتئاب واليأس والاحباط هو انك بتدي الحاجة اعلى من المكان اللي هي تستحقها. ممكن تكون مشكلة، ممكن يكون اشخاص معينين في حياتك انت بتديهم مكانة وقيمة اعلى من مكانتهم وقيمتهم، وفي النهاية انت اللي بتصدم والحاجة بتيجي على دماغك انت. فلو سمحت ادي كل حاجة القيمة بتاعتها اللي تستحقها فعلا، وما تنساش بقى انك تدي الفيديو دوت القيمه بتاعته وتشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو. بقول لك ايه، محدش ناضج في الدنيا ديت ومش متعور من جواه، محدش ناضج ومش بايظ في حته اصيله في كيانه وشخصيته، محدش ناضج ما عندوش ذكرى قديمه كده كل ما بيفتكرها يحس ان هو تعبان او مش قادر يستمر. بس القوه الحقيقيه هي في التعامل مع الصدمات ديت واستيعابها بتفاهم وتقبل، مش تفضل كده مشلول ومنهار ماشي تأذي في نفسك وفي اللي حواليك بحجه ان حصل لك شويه صدمات. علشان كده انت اقوى بكتير. بقول لك ايه، هتجيلك لحظات هتكون متاكد فيها ان طيبتك غباء، هتتوجع من سكك ناس وكنت مديهم الامان، هتتساب بدون اي سبب، هيتغدر بيك بدون ذنب، وفي نفس الوقت هتستند من ناس ما كانوش على بالك اصلا، وهتتعوض باهم من اللي كنت فاكر ان مفيش بعديهم، وهتتجازى بكل خير عن حسن نيتك. فاللي عند ربنا ما بيضيعش ابدا. البشر عادي تنسى، هو لا، ده طبع الحياه، تروح حاجه تيجي حاجات تاني، ويتجي في الباب يتفتح جبالها 1000 باب من عند ربنا.
بقول لك ايه، الشهرة واللايكس والشير خلت الناس بشكل لا واعي بتدي قيمة اكبر لعدد اللايكات. يعني باختصار بقى في جانب كده من جوانب تقدير النفس عند ناس كتير جدا مرتبط بعدد اللايكات. يعني ده بياخد لايكات وفيوز كتير يبقى دوت ليه مكانة اعلى. المشكلة الاكبر بقى لما بتحكم على نفسك بالشكل ده بتقلل من مكانتك علشان محدش بيتفاعل معاك. ولو في يوم بوست اتشهر عندك تقعد كل شوية تدخل وتشوف اللايكات والكومنتات بتاع الناس وتحس كده بالرضا عن نفسك. وللاسف في ناس كتير جدا وصلت لمرحلة صعبة ان هو ممكن يألف قصص ويكذب او يعمل اي زفت علشان بس يتشاف ويتشهر. فلازم تكون واعي اولا ان ده بيحصل وتبدا تشوف هل دوت مكانته حقيقيه ولا لا، وهل فعلا لو محدش يتفاعل معايا نهائي فدوت علشان انا ماليش قيمه وكلامي مش مهم. فالحاجات ديت بتحصل يوميا، ولو ما خدتش بالك ليها هتلاقي نفسك طول الوقت انت قاعد تجلد في نفسك وفاقد للثقه في نفسك تماما. فركز انت ايه اللي بيعدي على مخك وانت قاعد تقلب في الموبايل. بقول لك ايه، بدون شك كل واحد في الدنيا ديت جات له فرصه على الاقل واحده وكانت في قمه السهوله ان يأذي او يدمر حياه حد او يضر حد كان اذاه قبل كده. بس في ناس كتير جدا اللي منعهم انهم ياخدوا الخطوه ديت تربيتهم واصلهم واخلاقهم وحفاظهم على الحلو اللي كان ما بينهم في يوم من الايام. وفي كل اللي فات دوت رغبتهم ان حقهم بيجي من ربنا مش بايدهم هم. فلما بتخلي ربنا وكيلك حقك بيجي لك تالت ومتلت لحد عندك. هو نعم الوكيل اللي ما بينساش وما بيضيعش عنده حقوق، واللي بيربط مسامحته هو لفلان هو عفوك انت عنه. فخليك متكل على ربنا. بقول لك ايه، اوقات لما بنصدق صوره سلبيه عن نفسنا بنحاول ان احنا نثبتها بشكل غير واعي بان احنا نزج الناس من حوالينا، نزجهم بافعالنا اللي احنا متاكدين ان هم مش هيقبلوها. وبالتالي لما بيبعدوا بنطلع كده باستنتاج ان انا ما حدش عاوزني، انا وحش ومفيش حد بيقبلني وهكذا. فالصوره السلبيه عن نفسنا ممكن يكون مصدرها استقبالنا للمواقف اللي احنا مرينا بيها، او من كلام واضح ان هو اتجلنا في طفولتنا او العلاقات العاطفيه الاولى اللي احنا اتخذلنا فيها، وبعدها صدقنا الصوره السلبيه وتمسكنا بيها لحد دلوقتي واحنا كبار. فتخلص من كل الصور السلبيه اللي جواك اللي ممكن تكون بتاخرك عن حاجات حلوه قدام. سلام.